إذا كنتم ممن يشتكون من برودة طقس المكان الذي تسكنون فيه، أو ممن يملؤون وسائل التواصل الاجتماعي ضجيجا عندما يكشر البرد عن أنيابه ولا يرحم، فحتما ستبدلون رأيكم بعد متابعتكم لهذه الجولة المصورة في أبرد مكان مأهول بالسكان على وجه الأرض. قرية يومياكون الروسية، أو الينبوع الذي يتجمد، هي قرية صغيرة تقع في قلب سيبيريا. الماء لا يتجمد هناك حتى عندما تصل درجة الحرارة في الخارج إلى 60 درجة تحت الصفر لمدة 3 ساعات في اليوم. تظهر الشمس فقط في يومياكون، كما يواجه سكانه مشاكل عدة بسبب شدة الصقيع وموجات الثلج القاسية. ويعيشون على حرق الأخشاب والفحم للتمتع بالدفء. يسكن السكان في منازل مصنوعة من الخشب، ويعيشون على لحوم الرنة والأحصنة التي يصطادونها. والغريب أنهم يواصلون حياتهم بشكل عادي ولا رغبة لديهم في مغادرة القرية. هي يومياكون ببردها وصقيعها وصوت رياحها وإطلالاتها البيضاء صنعت لزائريها مكانا تخاف أن تسكن فيه، لكن الشوق والإثارة يجذبك للزيارة، فأبرد منطقة في العالم ليست سوى يومياكون.